سنة 86 العالم كله شاف مكوك الفضاء تشالنجر وهو بينفجر بعد 73 ثانية بس من إطلاقه. كارثة. لكن الكارثة الأكبر الحقيقية إن بعد 17 سنة في 2003 مكوك الفضاء كولومبيا انفجر هو كمان. مشاكل فنية معروفة، ضغط إداري رهيب عشان الإطلاق يتم في ميعاده. السؤال اللي حير الكل وقتها: إزاي مؤسسة عبقرية زي ناسا فيها أذكى العقول في العالم ما تتعلمش من أخطائها؟ السؤال ده هو المدخل المثالي للمصادر اللي معانا النهاردة، لأن الإجابة عليه ممكن ما تكونش فنية أو إدارية قوي. لو فكرنا فيها كويس هنلاقي إن حياتنا كلها من شغلنا لعلاقاتنا لنظرتنا لنفسنا عبارة عن مجموعة ألعاب بنلعبها. كل تفاعل بيننا هو لعبة ليها قواعدها وطريقتها. بس السؤال، يا ترى إيه طبيعة الألعاب دي؟ وهو ده بقى السؤال المحوري. سؤال يبان بسيط بس إجابته بتحدد تقريبا كل حاجة في حياتنا. هل الهدف هو إننا نوصل لخط النهاية ونكسب؟ ولا الهدف إن اللعبة نفسها تفضل مستمرة وممتعة؟ طيب الفكرة دي أساسها كتاب لفيلسوف اسمه جيمس كارس. كارس بيقول إن كل الأنشطة البشرية، كل الألعاب اللي بنلعبها دي بتنقسم لنوعين اتنين بس، وكل نوع فيهم ليه عقلية مختلفة تماماً عن التاني. خلينا نبدأ بالنوع الأول، النوع اللي أغلبنا عارفه كويس قوي، اللعبة المحدودة. بس الموضوع بسيط، اللعبة المحدودة ليها بداية ونهاية معروفين، زي ماتش كورة بالظبط. الهدف واضح وصريح، حد يكسب والتاني يخسر. القواعد ثابتة والملعب حدوده واضحة للكل، وأول ما الحكم يصفر خلاص اللعبة خلصت. والأمثلة على دي حوالينا في كل حتة، المنافسة على ترقية في الشغل، الانتخابات السياسية، وحتى للأسف الحروب، كلها بتشتغل بنفس المنطق. لازم في الآخر يكون في فايز وخاسر، وبمجرد ما النتيجة تطلع اللعبة دي بتنتهي رسمياً. أما بقى النوع التاني فهو حكاية مختلفة تماماً. دي اللعبة اللانهائية اللي هدفها مش إنك تكسب، لأ، هدفها إنك تفضل تلعب. في اللعبة اللانهائية انسى خالص كلمة فوز دي، الهدف كله إن اللعبة نفسها ما تتوقفش. اللاعبين ممكن يدخلوا ويخرجوا، والقواعد نفسها مرنة وممكن تتغير وتتطور عشان تضمن إن اللعب يفضل مستمر. مفيش خط نهاية ومفيش صفارة أخيرة. والأمثلة هنا بتلمس حياتنا بشكل أعمق. فكر فيها كده، هو في حد بيفوز في الصداقة؟ أو بيجي في يوم ويقول أنا خلصت مهمة الأبوة أو الأمومة؟ طبعا لأ. الهدف هو إن العلاقات دي تكبر وتستمر. ونفس الكلام على بناء حياة صحية أو خلق ثقافة قوية في مكان. كل دي رحلات مستمرة، مش محطات بنوصلها وخلاص. يبقى الفرق الجوهري هنا هو في الهدف. اللاعب المحدود كل تركيزه على النتيجة، على لحظة إعلان الفوز. أما اللاعب اللانهائي فتركيزه على العملية نفسها، على متعة استمرار اللعبة. والفرق ده في الهدف بيسمع طبعاً في طريقة التفكير نفسها. عقلية اللعبة المحدودة بتخاف من أي حاجة غير متوقعة، وبتحاول تسيطر على كل شيء عشان تمنع المفاجآت. على العكس تماماً، عقلية اللعبة اللانهائية بتستنى المفاجآت وبترحب بيها وبتعتبرها جزء أساسي من متعة اللعب. وهنا جيمس كارس بيقول جملة عبقرية بتلخص كل ده. بيقول إن جوهر اللعبة اللانهائية هو التطور اللي بيجي من المفاجآت دي. لو كل حاجة بقت متوقعة ومعروفة اللعبة بتفقد معناها وبتموت. طيب كلام جميل، تعالوا نكبر الصورة شوية ونشوف إزاي ممكن نطبق الفكرة دي على مفاهيم أكبر حوالينا، زي الفرق بين المجتمع والثقافة. من وجهة نظر كارس، المجتمع بيلعب لعبة محدودة. ليه؟ لأنه ليه حدود واضحة وقوانين وألقاب، وهدفه الأساسي هو حماية الحدود دي. في المقابل الثقافة هي لعبة لا نهائية، ملهاش حدود، وهدفها دايما هو النمو والتطور، زي الأفق اللي كل ما تقرب منه يوسع أكتر. والجملة دي بتلخص الفرق العميق ده. اللاعب المحدود شايف إن الحدود دي شيء مقدس ولازم يدافع عنه. أما اللاعب اللانهائي فبيشوف إن الحدود دي نفسها هي اللي بتخنق اللعب وبتمنع التطور. الصراع ده بين العقلية المحدودة واللانهائية مش مجرد كلام نظري، لأ، ده بيظهر بوضوح جدا وبشكل خطير في عالم المؤسسات الكبيرة. طب تخيل كده إيه اللي بيحصل لما مؤسسة بتحاول تحل مشاكل لا نهائية بعقلية محدودة. النتائج ممكن تكون كارثية. للأسف التاريخ مليان أمثلة لمؤسسات كبيرة وقعت في الفخ ده، من كوارث ناسا المتكررة لأزمة طيارات بوينج. في كل الحالات دي الغلطة كانت واحدة، التركيز كان على تحقيق أهداف محدودة وقصيرة المدى زي الالتزام بمواعيد تسليم، وده كان على حساب الهدف اللانهائي الأهم وهو السلامة والثقة. وعشان نفهم ده بيحصل إزاي لازم نشوف طريقة تعلم المؤسسات دي من أخطائها.
أول مستوى هو تعلم أحادي الحلقة. هنا كل التركيز بيبقى على تصليح الغلطة عشان نمشي حسب القواعد الموجودة. السؤال الوحيد هو هل عملنا الحاجة صح؟ يعني هل اتبعنا الإجراءات؟ بس محدش بيسأل طب ما يمكن الإجراءات دي نفسها هي اللي غلط. نطلع للمستوى اللي بعده، التعلم مزدوج الحلقة. هنا السؤال بيكبر شوية وبيبقى هو احنا أصلا بنعمل الحاجات الصح؟ يعني بنبدأ نشكك في القواعد والإجراءات نفسها، ودي طبعا خطوة مهمة، بس المؤسسة ممكن تفضل برضو محبوسة جوه هويتها القديمة من غير ما تفكر في الهدف الأكبر لوجودها. وهنا بقى بنوصل لأعلى مستوى من النضج، التعلم ثلاثي الحلقة، وده هو تجسيد العقلية اللانهائية. السؤال هنا بيضرب في أساس كل حاجة، إزاي أصلا بنعرف إيه هو الصح؟ هنا المؤسسة مش بس بتغير قواعدها، دي بتعيد تعريف هويتها بالكامل، هدف وجودها ورؤيتها للمستقبل. ده مش مجرد إصلاح، ده تطور حقيقي بيضمن الاستمرارية. في النهاية كل الكلام الكبير ده بيرجع لينا إحنا بشكل شخصي جدا. في جملة أخيرة لكارز بتلخص القصة كلها، بيقول إن اللاعب المحدود كل تحركاته بتبقى جوه حدود، جوه صندوق مقفول. أما اللاعب اللانهائي فكل خطوة بياخدها بتبقى ناحية الأفق، بتوسع المساحة وبتفتح إمكانيات جديدة. والسؤال ده هنسيبه مفتوح عشان كل واحد فينا يفكر فيه مع نفسه. يا ترى في حياتنا وشغلنا وعلاقاتنا هل بنلعب جوه حدود ثابتة وهدفنا بس نكسب ونقفل اللعبة؟ ولا بنتعامل معاها كرحلة مستمرة من النمو والاستكشاف، كأفق واسع بنتحرك ناحيته كل يوم؟ الإجابة بتحدد طبيعة اللعبة اللي بنعيشها.